سي ليكيب كومبيان اللي ما كانش عندنا معلومات عليها، ولكن تقدر تقول معناتها بعد المقابله الاولى شفنا بلي الفريق في متناولنا، معناتها ماشي كروند ايكيب، معناتها خاصه في الشوط الاول وين دخلنا مليح في المقابله، ضيعنا معناتها هدف بالجمله، نقدروا نسجلوا هدف اللي كان لازم يحررنا. في الشوط الثاني نظن بلي المقابله نوعا ما تغيرت، وين اللاعبين تاعنا دخلوا في التسرع، هذا ما معناتها خلانا نضيعوا اهداف محققه. لا يظن بلي اليوم دائما حسره كبيره، لاننا كان عندنا معناتها الرغبه وكنا حابين باش على الاقل نفوزوا معناتها، باسكو سيت ماتش راح يلعبوا ماتش الي والماتش روتور، معناتها المقابله تاع 0-0 ما تضمنلكش التاهل بصفه كبيره. ولكن هذه نظن اللاعبين اليوم معناتها حتى بينوا شوط اول مليح، في الشوط الثاني تراجعنا نوعا ما. نظن بلي كاين ماشي دي بريتكس، ولكن تشوف مثلا المقابلتين الاخيرتين تاع شباب قسنطينه وين لعبت فوق العشر الاصطناعي، حتى كان المردود تاعو احسن. نظن بلي حتى لقب الفوز ما ساعدناش هذا العام في بدايه الموسم، معناتها تفكرت المقابله تاع السي ار بي ولا حتى المقابله تاع البطوله ماشي بريتكس، ولكن هذه هو ملي كوزاليتي. كذلك نظن بلي اللاعبين كذلك كانوا نوعا ما متاثرين، نظن بلي معناتها المدرب راح وجاي ما جاش، نظن بلي كاين تاثير معناتها حتى من الناحيه النفسيه. ولكن هذه نظن بلي الان راح نلعبوا مقابله العوده بعد اقل من 10 ايام، لازم نحضروا انفسنا، لاننا في هذه المقابله ماناش نمثلوا قسنطينه ولا شباب قسنطينه ولكن نمثلوا كل الجزائر، لازم نكونوا عند معناتها حسن ظن هذا البلد، وان شاء الله نكونوا موفقين في المقابله القادمه ان شاء الله. تبقى متفائل في المقابله الثانيه؟ لا نظن بلي شوف كل حاجه ممكنه، معناتها علمتنا كره القدم بلي معناتها باسكو الماتش سي اون بوزيسيون دو فورس، معناتها اللي كان رايحين بالرغبه باش نجيبوا نتيجه نجيبوا نقدروا، لان الفريق فريق متواضع كما لاحظتم، معناتها كانت مش عارف الامور معناتها ضيعنا اهداف ما لازمش تضيع، من والله تقدر تعجب تقول كيفاش ضيعنا هذه الاهداف. ولكن هذه نظن بلي احنا راح نروحوا نلعبوا مع الفريق، حقيقه الفريق متواضع، ولكن راح نسيبوا معناتها دي كونديسيون اوتر في لا طوموبيل. نتمنوا ان شاء الله اللاعبين يتحرروا ويقدروا الاخر يحققوا النتيجه معناتها التاهل في المقابله العوده ان شاء الله. والله ما نقدرش نقول لك انا ما نتمناش برك نشوف لي كيستيون برك يكونوا غير في الاخر في الكونتكست تاع الماتش برك، لان الامور هذه تاع ما نبقاش مازال ما توضح. مش عارف نقدر نجاوبك غدوه بعد غد، اليوم ما نقدرش نجاوبك، لان انا كما تعلمون انا كنت مساعد عمراني راح، نظن بلي انا بقيت حتى الوقت باش الفريق ينتدب مدرب، حتى الان الفريق مازال ما انتدبش مدرب، ما نقدرش نسمح في الفريق اللي عشت معاه حقيقه موسمين معناتها عامين، معناتها تقريبا 3 مواسم جيده. نظن بلي من واجبي باش نبقى حتى يجيبوا مدرب ان شاء الله. نشوفوا الفرق واضح بين شباب قسنطينه ونادي كامتاك من الناحيه الفنيه ولا من ناحيه الامكانيات البدنيه، ولكن المشكل في شباب قسنطينه في مقابله اليوم انه اللاعبين ما همش فوق الميدان، يعني الحضور الذهني غير موجود تماما. كيف فسر لي الحضور الذهني؟ لا كونسونطراسيون ما كانش، الجوار شوفوا فيهم دي بوت كما كنت تقول انت بطريقه غريبه. يعني وكان باش ما نزيدوش على لي جوار، انا مدرب ما نقدرش نزيد على لي جوار، ولا انا نقول لك شوف اليوم الدور تاعنا ولا الخطا تاعنا هو الفعاليه الهجوميه ما كانتش حاضره. لماذا؟ معناتها راح ما نقدروش نهضروا عليها الان، كاين امور اللي ما نتكلموش عليها، ولكن هذه هي لازم امور اللي تصحح في التدريبات، معناتها هذه هي معناتها ما نقدروش نردوا الحمل على المهاجمين ولا لا. نظن بلي كل فريق ما كانش اليوم في المستوى، خاصه في الشوط الثاني. ممكن نقدر نقول لك نتيجه تاع معناتها شبكه القبائل شويه دخلتنا، معناتها دخلنا في ليفوري، ممكن هذه كلها احتمالات، ما كانش حقيقه صعيبه، ولكن اليوم ما كناش في المستوى لان الفعاليه الهجوميه تاعنا ما كانتش ناجعه. هذا واش نقدر شباب قسنطينه قاعد يدفع في الثمن انه غياب بديل لراس حربه، يعني بديل تاع عبيد. لا شوف مادام ما كان معناتها الفعاليه الهجوميه مش في المستوى، نظن بلي الحمد لله درك الان شباب قسنطينه راه في مرحله تاع ما قادروش، نظن بلي معناتها الاحتياجات تاع الفريق من ناحيه اللاعبين راهي باينه واضحه وضوح الشمس. نتمنى ان شاء الله الانتدابات تكون في محلها وفي المراكز اللي يحتاجها الفريق، لان مازال مرحله العوده مازال طويله، مازال مقابله معناتها مازال شباب قسنطينه مازال
نصف الموسم مازال، لازم نتفائلوا ان شاء الله تكون مرحله العوده احسن ان شاء الله. شكرا.